مع احترامي للجميع، انسوا الطريقة العادية وجربوا الطريقة دي ومن غير لحمة ولا فراخ. اول حاجة كده معايا حلة على النار، حاطط كده فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وعليهم كده حوالي 3 فصوص من الثوم مفرومين ناعم. هنبدأ نحمر الثوم ده بحيث ياخد معانا اللون الاصفر الخفيف، وبعد كده هضيف كده عليهم فلفل حامي وبارد، والحامي بيدي نكهة وطعم حلو قوي قوي. لو مش بتحبيه استغني عنه، مفيش مشكلة خالص. هشوحهم كده بس لمدة دقيقة واحدة. وبعد كده معايا حوالي كده 3 حبات من الطماطم، قطعتهم كده مكعبات صغيرة، وبنبدأ نشوحهم معانا بالشكل ده بحيث الطماطم دي عايزاها تدبل معايا، او بمعنى اصح الخلطة دي عايزاها تتسبك. بعد كده هضيف ليهم كده رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود، وما بحبش ازود بهارات اكتر من كده. هخليهم بس يغلوا على النار لمدة دقيقتين، وكده يعتبر الطماطم اتسبكت معايا تمام، لان الكمية قليلة زي ما انتم شايفين كده. هنركنها بقى على جنب، ونبدأ نشوف ايه الخطوة اللي احنا هنعملها بعد كده. معايا طاسة او حلة برضو على النار، حط كده فيها معلقتين كبار من الزيت ومعلقة صغيرة كده من السمنة البلدي، وهنبدأ نجهز بقى المكرونة بتاعتنا. هتجهزي اي مكرونة تحمير انت بتحبيها. انا عن نفسي بحب المرمرية، حجمها صغير بيكون طعمها حلو قوي قوي. لو عايزة تجيبي الحجم الوسط براحتك خالص زي ما تحبي. هنبدأ بقى نحمر المكرونة دي معانا بحيث تاخد معانا كده لون موحد. اول ما بنضيف المكرونة ايدنا كده فيها ما بنسيبهاش خالص، علشان المكرونة كلها تاخد كده معانا لون موحد. واوريكم كل مرحلة تحمير، انا كده لسه في البداية. اوريكم كده مرحلة مرحلة لحد ما توصلوا للون اللي احنا عايزينه. بس اتمنى لو وصلتوا للمرحلة دي ونسيتوا تحطوا اللايك، ادعمونا كده بلايك حلو منكم عشان الوصفة بتاعتنا توصل لكل الناس. واتمنى لو تشيروا الفيديو اكون شاكرة لكم جدا جدا. شايفين شكل المكرونة عاملة ازاي؟ بدأت كده تلون معايا، وده اللون اللي انا عايزاه. خدت كلها كده اللون الذهبي، وده اللون المطلوب. طبعا درجة حرارة النار بتكون متوسطة عشان تتحمر معاكي كويس، فما تعليش النار عشان طبعا ايه تاخد لون موحد. بعد كده بدأت احط التسبيكة بتاعتي او الخلطة بتاعتي على النار تسخن، وضفت ليها المكرونة بالشكل ده اللي انا حمرتها. وهبدأ كده ايه اشوحهم بس لمدة دقيقة كده مع بعض. في المرحلة دي بنحط كده معانا شوربة على النار بتغلي. لو انت عندك شوربة، انا عن نفسي لما بكون عندي شوربة دسمة او طعمها حلو بحب اشيلها في الفريزر. طب انا ما عنديش شوربة يا دعاء، مفيش اي مشكلة خالص. هتحطي مية على النار بتغلي، وهتضيفي فيها مكعب من المرق ومثلا بصلايه، وتظبطي الملح بتاعك. اول ما يغلوا تاخدي بقى المية دي المغلية وتبدأي تضيفيها للمكرونة، اهم حاجة تكون سخنة زي ما انت شايفة كده. هنغطي بقى المكرونه بتاعتنا تمام بالشوربه. وبعد كده اول ما تاخد معانا غلوه على النار على نار عاليه، بنبدا نهدي النار لحد ما تستوي براحتها خالص، كانك بتعملي رز بالظبط. وده كده بيكون شكلها. عايزه اقول لكم في اليوم ده كنت عاملاها من غير لحمه ولا فراخ. طبعا انت ممكن تشوحي معاها صدر فرخه لو متبقي عندك، او قطعتين بانيه تقطعيهم كده مكعبات صغيره وتشوحيهم كده في البدايه مع الثوم، هتدي لها برده طعم حلو جدا. بس انا حبيت النهارده اعملها لكم كده اقتصاديه وسهله وبسيطه. اسهل وجبه ممكن تعمليها مع سلطه خضراء، مع بطاطس محمره. في ناس بتحب جنبيها البيض، براحتكم خالص، انا مش بحب جنبيها البيض. هو سلطه خضراء وبطاطس محمره وبالف هنا وشفا على قلوبكم. برده ممكن تحطي جنبيها كده مخلل، بيكون طعمها حلو قوي قوي. اتمنى فعلا تجربوها وتقولي رايكم في الكومنتات، يهمني جدا. بكده وصفتي تكون خلصت. اتمنى تكون عجبكم واشوفكم على خير ان شاء الله.